نتكلم عن حاجة مهمة جدا في عالم التمرين، وهي الاستشفاء العضلي، الريكفري. في ناس كتير بتتمرن كويس وبتحاول تمشي على نظام غذائي كويس ومحسوب السعرات او البروتين بتاعه بيكون عالي، وبالتالي ما بيحسش بفرق او ما بيلاقيش نتائج. تعالوا نعرف ايه اللي بيخلي النتائج تتأخر، او ايه المهم اللي بيخلي النتائج تتأخر بالطريقة دي. وهنا في عامل الناس بتنساه، وهو الريكفري او الاستشفاء العضلي. الاستشفاء العضلي ده بيحصل عن طريق ايه؟ بيحصل عن طريق ان انت تاخد البروتين بتاعك اللي انت محتاجه. تاني حاجة بيحصل عن طريق الراحة او النوم الجيد في الوقت الصح. تمام؟ مش اي نوم، ما نمشي متأخر، ما نمشي نوم متقطع، ما نمشي نوم بجودة قليلة، وده هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. فبالتالي الاستشفاء العضلي مش بس انك تاخد نسبة البروتين بتاعتك، الاستشفاء العضلي هو انك ترتاح، تنام كويس، هو انك لو انت بتتمرن الاسبوع كله من غير ما تاخد راحة، لازم تاخد راحة عشان العضلات تلحق تعمل ريكفري كويس وما تعملش عليها اوفرلود. عندك اول حاجة نظامك التدريبي، الشدة بتاعته تكون متغيرة. تاني حاجة البروتين بتاعك اللي جسمك محتاجه تاخده. تالت حاجة والأهم هو النوم وفي الوقت الصح. طيب نيجي للتمرين. التمرين بتاعك لو انت شدة تمرينك عالية قوي، تحاول انك تعمل فترة دي لود، والدي لود ده بيتعمل انك تنزل تلعب كارديو بس، وتلعب مثلا بشدة قليلة شوية، او تكون ماشي بشدة منتظمة وبتاخد راحتك في الاسبوع يوم او يومين المناسب ليك. نيجي للبروتين. البروتين بتاعك لو بتاخد كمية البروتين بتاعتك الكافية، فاحنا كده خلصنا من موضوع البروتين. لو مش بتاخد كمية البروتين، لازم تحاول تحقق النسبة اللي انت محتاجها. اما بقى موضوع النوم، وده موضوع تاني خالص، وان شاء الله هنعمل عنه فيديو لوحده. لو عايزين الفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات، فاحنا هنتكلم عنه دلوقتي باختصار. موضوع النوم، لازم تنام في وقت اللي هو وقت الليل، وتنام نوم عميق بجودة كويسة. يعني ايه بجودة كويسة؟ يعني ما تنامش نوم متقطع، ما تنامش في مكان فيه نور، عشان النور بيقلل من هرمون الميلاتونين، وده المسؤول عن دخولك في النوم العميق. فبالتالي تركز ان انت تنام كويس في مكان يكون ما فيهوش نور، وفي نفس الوقت بالليل. وكمان ابعد عن الموبايل في الفترة بتاعت قبل النوم بنص ساعة او ساعة، لان الاشعة اللي بتطلع من الموبايلات او الاضاءة اللي بتطلع من الموبايلات دي بتقلل برضو هرمون الميلاتونين، بيخليك ما تخشش في النوم العميق بسرعة، وتاخد وقت عشان توصل للديب سليب. بس كده، وبكده نبقى غطينا مشكلة الاستشفاء العضلي. سلام.